حقيقة تشرفت كل الشرف أن خصيتوني من طيب أنفسكم بدعوة، أنتم الخريجون بل والسابقون منكم. اجتهدنا جميعا. تشرفت كل الشرف. أنا كنت في غاية السرور حقيقة لما سمعت ولما رأيت منكم من جزالة اللفظ وحسن المنطق ووقفة الرجال، ووجدتكم على الاتجاهين، وقفتوا وتحدثتوا بيض الله وجهكم، وشهادات بيض بالوجه، وحالكم حال غيركم من أبناء المجتمع، كلنا مجتمع واحد، لكن أنتم أخذتوا الأمرين، ولا بغيناكم في القبيلة عيناكم، بغينا القزوعي وبغينا الترحيب وبغينا يوم قال العلوم الغانمة، أنتم أهلها، وفي نفس الوقت تحملون الشهادات. هذه البداية، وأتمنى أن الطموح لا يتوقف، ونبغى منكم الأكثر، بل تكونون قدوة لمن يأتي بعدكم. أنا لست المتحدث في قحطان ولست أطيبهم، هناك من هو أطيب وهناك من هو أعرف وهناك من هو أفضل، ولكن قدرين أكون في هذا الموقف، فإن وفقت فالحمد لله، وإن قصر شيء فهذا من الشيطان. نشكر للشيخ عايض الفرحان. الحقيقة أنا على اتصال دائم بالدكتور وتواصل معه، وعلمت منه رغبة جادة فيما يخدم القبيلة، وأقول للدكتور بعد هذا الملتقى لم يبقى إلا أن نأتي بالأحسن. الملتقى القادم إن شاء الله نبي يكرم فيه، وعشان نغري الدكتور برضه، بدءا من رجال الأعمال مرورا بالدكاترة، حتى دكتور سعيد واللي معاك نبغى نكرمكم إن شاء الله، ونكرم الرجال اللي يستاهلون، المهندس، الأستاذ، الطالب المتفوق. حتى لو استحسنتوا أن يكون هناك لجان على مستوى القبيلة، أن تكون أحد الشباب. احنا نشاهد القبائل والناس من يميننا ومن يسارنا، كلنا مستوى واحد وكلنا مكملين لبعض في المجتمع هذا، وعسى الله سبحانه وتعالى يديم على هذه البلاد الأمن والأمان. لكننا نشاهد آخرين يواجهون مشاكل، وعندهم من الشباب من كل يوم فيه من يأتي بالعلم الغانم مثل هؤلاء الشباب اللي أتوا بالشهادات وهاتوا بما ينومس أنفسهم وأهلهم، وفيه من يأتي بأمر غير ذلك لجماعته. فلو استحسنت أن يكون هناك جائزة أو تكريم للشاب المتميز أو الشاب اللي قدوة لزملائه على مستوى الجماعة وعلى مستوى القبيلة، ما هناك ما يمنع. نكرر للدكتور عايض الشكر، ونقول لرجال الأعمال وللأخوان اللي متواجدين هنا من أبناء القبيلة في المنطقة، ما فينا كبير، كلنا مكملين لبعض، كلنا مكملين لبعض. نتمنى أن يأتي لنا اجتماع ونكرم فيه في قبيلتنا حالنا حال الآخرين المميزين والمتميزين، ومن يستاهل التكريم يجب علينا أن نكرمهم. يعني حان الوقت أن نكرمهم، نكرم من يستاهل التكريم، نكرم من يستاهل التكريم. ما يصعب على الجميع، ونحن نتمنى إن شاء الله أن ترى الفكرة النور. الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم الشباب الخريجين بيض الله وجيههم، نقول لهم إن شاء الله حياة عملية موفقة، وللزملائهم اللي لا زالوا على مقاعد الدراسة إن شاء الله يشدون حيلهم ويلحقهم الآخرين إن شاء الله بالعلم الغانم. نبارك لأولياء أمورهم، نكرر شكرنا للدكتور ولله سبحانه وتعالى أولا، ثم للدكتور وعبد الرحمن. أما وقد حضرت فيجب أن تمثل أبوك، يعني أتمنى عليك أن تأتي هنا وتقدم اعتذار أبوك للجميع. بيض الله وجيهكم جميع، وأشكركم. وعلى فكرة الزملاء وأصدقائي وأحبابي الخريجين أنفسهم يعرفون أن سعود بن دليم أنه طلب أنه ما يكون خلف الكواليس فحسب، أنه لا يكون في الصورة أبدا. لو حضر الدكتور الليلة لما حضرت لأسباب كثيرة، لن أقول غرض في نفس يعقوب، ولكن أقول لأرض جميع الأذواق. أتمنى لكم التوفيق جميعا، واسمحوني ترى ما أنا في بلاغتكم، أنتم خريجين جامعة البترول، أنا عندي كلمتين وثلاث نصها قبيلة.
فاسمحوا لنا نقصر شيء، ولكن إن شاء الله إن شاء الله نذكركم بخير، لأن إن شاء الله الملتقى القادم حتى لو نبي يشمل جميع الكليات، جميع الجامعات، جميع المعاهد، جميع المدارس، حتى على مستوى من الجنسين نكرم، والنساء فيهم من يستاهل التكريم، حتى أمهاتنا يستاهلون التكريم. أنا أول ما بختار أمي نكرمها، فإذا صار شيء كل واحد مسموح يأتي بأحد. أتمنى لكم جميعا التوفيق، واسمحوني إن أطلت، واعذروني إن قصرت، ولكن أنتم من زرع بذرة النجاح لهذا الملتقى، وسنجني جميعا إن شاء الله ثمرته قادما. وأنا أكرر على الدكتور وأقول للدكتور بلغ من تعرف من رجال الأعمال ومن أعيان المجتمع، قحطان فيهم الخير الكثير، ونتمنى أن نأتي المرة الجاية ونحن مجتمعين أكثر. بيض الله وجهكم جميع، أتمنى لكم التوفيق، وأقبل رؤوسكم كلكم على ما بذلتم من جهد في جامعتكم، وأتمنى لكم مستقبل موفق. وأتمنى عليك يا عبد الرحمن أنت تأتي هنا، إذا سمحوني الزملاء الأخوان، تسمعون أقول زملاء، اعتبروني من زملائكم. دعوه يقدم اعتذار أبوه، ونشكر الدكتور عايض وبيض الله وجهه، ونقول له لو لم أعلم مدى برك بوالدتك لم نعذرك إن ما تحضر هذه الليلة. بيض الله وجهكم جميع والتمس العلم. جزاك الله خير يا ابو سلطان، بصراحه احرجتني الحين، ما اقدر، انا ماني مجهز شيء وفجاه اساسا كل شيء. بس كل اللي بقوله لاخواني الخريجين ان الوالد يعتذر منكم على عدم حضوره، وجزاكم الله خير وعلى البركه ان شاء الله، وتوفقوا ان شاء الله بشغلكم معكم. أيها الحفل الكريم، إنه أروع من الجمال وأبهى من الضياء، إنه اجتماع هذه الوجوه الطيبة في هذا الحفل المبارك بإذن الله. ولسان حالنا اليوم بتواجدكم بين ردهات ملتقانا يشدو: هل أشرق الفجر إلا من مآذننا، وهل هم الغيث إلا من مآقينا، حتى النجوم على هاماتها سجدت، والشمس في حسنها قامت تحيينا. جمعنا المبارك الخريجون ليس لهم اليوم وقفة بل وقفات، لو تسنى لهم النظم لنظموا أو الرسم لرسموا، ولكن ننتظر منهم كلمة الخريجين يلقيها نيابة عنهم عبد العزيز بن دحماء بن صافية، فليتفضل. الحمد لله على تعدد الأنعام، الحمد لله على القرآن والإسلام، أحمده سبحانه معظما سلطانه وراجيا جنانه والفوز بالسلام. ثم الصلاة سرمدا على النبي أحمدا وصحبه وتابع في دربه مع أفضل السلام، وبعد. يا كرام، تحية كبسمة الصباح، كألطف الرياح، كالزهر في انشراح، تحية مثل السناء أبثها لمن أتى مشاركا، ومن أتى مباركا لمن أتى لحفلنا. نحن أبناء لكم وأنتم كأهلنا، وكل ألفاظ التحايا أشرقت من قلبنا. اللهم تحية براقة من أنفس مشتاقة، وبسمة كنسمة إليكم رقراقة، فاحت بأطياب العبير بالشذا دفاقة، في المحفل المعمور قد دورتم آفاقة. نعم أيها الأحبة، إنه لمن دواعي الأنس والسرور والفخر والحبور أن أقف اليوم أمام هذا الجمع المبارك، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الخريجين من أبناء قبيلة قحطان في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لأترجم ما يختلج في النفوس من فرح وسرور، وما تكن به المشاعر من أنس وحبور. اليوم يومنا، ولكن أنتم من قمتم فيه، والفرح فرحنا، ولكن أنتم من ألهبتم البهجة في قلوبنا، والشرف لنا نعم، ولكن بتشريفكم وتكريمكم لنا لا حرمنا الله الفخر بكم والأنس إليكم. أيها الحفل الكريم، من هناك من أرض العزة والكرامة والعلم والمعرفة، من مرابع قحطان، كانت بداياتنا
لتمر بنا الأيام ونقف على أعتاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لتكون جامعة العلوم وبوابة المعارف، منهلا صافيا ومنبرا عاليا وللفخر مستقرا ومستودعا. 5 سنين، 5 سمان ملئت علوما نافعة وتجارب ناجحة وثقافة واسعة ومهارة مسقولة، ومرت كابتسام البرق كالطيف كحلم في المنام، كمرور المرء من باب إلى باب أمامي، كانفراد العقد في السيرك توالى بانتظام، بل كغمض العين، كالنبض، كهمس، كسلام. وها نحن اليوم نقف وقفة الخريج ونستحضر معاني الإنجاز، فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والشكر له على ما تفضل به من ألوان الأنعام. ثم إن لنا من هذا المنبر كلمتان، أولهما شكر وعرفان. شكرا لوالدينا الذين كانوا لنا نعم العون والسند، وإن فيهم حقهم من الشكر والعرفان، حتى لو نظمنا من ذلك ملاحم ومعلقات تسير بها الركبان طوافا على العالم، ولكنها إشارة. ثم شكرا لجامعتنا المعطاء، وشكرا لملتقانا الأصيل، وشكرا لإخواننا الأوفياء، شكرا لكل من أسدى إلينا معروفا، شكرا لكل من أخذ بأيدينا حتى وصلنا إلى هذا الشأن العالي. لكم جميعا شكرت جميل صنعكم بدمعي، ودمع العين مقياس الشعور، لأول مرة قد ذاق جفني على ما ذاقه دمع السرور. وثانيها وصية المحب إليكم إخواننا وأحبابنا في جامعتنا وأبناء قبيلتنا، نوصيكم فيها بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة، فمن صبر ظفر. كونوا يوم الزراعة مع الزارعين، لتكونوا حين الحصاد من الحاصدين. اغرسوا بذور الجد والاهتمام، لتحصدوا ثمار التفوق والفلاح. سيروا على درب البذل والتضحية، لتصلوا إلى جنة النجاح. واعلموا أن مع كل عسر يسرين، كونوا يدا واحدة في البر والتقوى، تناصحوا، تساعدوا، وأبشروا، فإن من جد وجد، ومن صار على الدرب وصل. إن وجدتم عيبا فسدوا الخلل، جل من لا عيب فيه وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللشعر في هذه الليلة حضور، كيف لا؟ والشعراء هم أمراء الكلام. قصيدة شعرية، والشاعر عبد الله بن علي بن مسلط. مساكم الله بالخير جميع. أرحب بالحضور وبارك للخريجين وأولياء الأمور، وأسأل الله أن الله يجملنا ويجملكم. أقول أعمار السامعين الطول، ويا الله يا ذا الفضل يا منان يا البر الغفور، يا من تدين الكبر ربوبيتك خلقك كلها، أحمد نعيمك واشكرك يا زايد العبد الشكور. أرشدتني للحكمة اللي درب غيري ظلها، ويا مرحبا ترحيب تنتفلق صلافيح الصخور. عد النجوم اللي بدت لهلالها من هلها، على الشحم وانبهرت الهيل وازرق البخور. نحدى غلاكم يا ربوعي حد وبدو البلها، مبروك يا خريجنا ومبروك يا أولياء الأمور. نيرانكم شبت وذي قرصانها في ملها، بنوا لنا الجدان علم شامخ مثل القصور. الله يديم لنا القصور اللي انتفيا ظلها، ويا رب رحمتك الفقيد باقي الذكرى حضور. ورث لنا عايض وعايض لا تراك شلها، يا رب رحمتك الفقيد، ويا رب رحمتك الفقيد باقي الذكرى حضور. ورث لنا عايض وعايض لا تراك شلها، جادو تكفل واعتزى وعبر بنا كل الجسور. ولا حسب خسائره وش كثرها من قل لها، لكن بو سلطان حتى الشعر في وصفه فخور، من الطلاقه من بعد حضرة جنابه من لها. ولو جيت أدقق بالعلوم الخافية وسط الصدور، ما كل من رامت طويلة يا عرب يوصل لها. محارم الإسلام تسلب غير ما فينا غيور، يشبي غليله للقلوب اللي تزايد غلها. الشام ينخى والعرب ما عاد بندقهم الثور، ولعلها في كل قمة تنفرج لعلها، وما عاد للإسلام أهمية ولا حق العبور. والعزة اللي صدرت للغرب باقي
ذلها ما غرنا فالحر الأشقر ويش هو بين الصقور خلى الحدية ما لها وقفه معانا خلها. وندري ان الشور صيده غير ما حصلت شور، ابغى تخارج من قبل حلها واملها من واحد الا من شكالي من صوادف الدهور فزعت في جل الهموم اللي بقلبك جلها. كم مرت الندمع خطاه وكم نقيل له العثور وادله ادروا بالمراجل غير هو ما دلها. واللي لحقني منه جور يا عرب من عقب جور زلته ما تحسب عليه إلا لما نحلها شاعر. ولا مني طرقت الشعر من صادق شعور أجود عنان القوافي اللي عصت واتلها وانا ابن مسلط وقفت الربع طوال الشبور اقولها واللي عقد روس الحبال يحلها. وسلامتكم. أيها الحفل الكريم، قصيدة شعرية ومقطوعة أدبية ومع الشاعر جمعان بن مفلح الشواطي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي. فيه قصيدة في الشيخ عايض بن فرحان والله يبيض وجهه وجيهكم جميع. هو راعي جميل فينا ذا السنة وقبلها والله يجمل حاله وحال من يسمع. أقول اجزال البيوت اللي تركب على القيفان وعظيم الثنى والمدح واجه سلاطينه. علي الحرام انك سنافي يا بن فرحان ولا شك فيك الشعر تكتب دواوينه. مواقفك ترفع هامتك فوق يك حيلان وفيك الوفا والجود رجح موازينه. فخر عزوتك قحطان من نجد لظهران ملاذ الرجال اللي من الضيق ناصينه. تكفلت برعاية حفل ملتقى قحطان وقلت الوعد قدام والمال مرهينه. هذا والله اللي لو تكود المواقف بان اثقال السحاب تغار من مدة يمينه. عساهم فداك وساع الافواه والرديان يحضر الردي ويغاب ما يندرى وينه. وكم تاجر يخفي رصيده وهو مليان ولا جمله بين العرب تبت يدينه. لكن انت يا عايض احصان ونسل احصان يسوقك سطر راسك ومقصدك يبينه. اسعدي مكانك بين الاسياد والشيخان ومقدم رجال تكحم الضد وتهينه. يستاهلون. ازحوا للجحادر فعلهم يضهد العدوان وتاريخهم في نجد ما حن بناسينه. تريد العلا معرب الخال والجدان ومجدك على قراوين جمعه وتدوينه. هذا واصغر فعولك مثل شمرخ وزهوان اجبال يعرفها المار وتشوفها عينه. عسلايمي في مدحك الهايش الضميان وترى المدح ما يبغى سوى مستحقينه. سلامي عليك اعداد مرف بالجنحان سلام تشوق الناس نفحة رياحينه. نيابه عن اخواني مع الشكر والعرفان من لسان جمعان الشواطي وتدوينه. سلامتكم. أنوارت يوم البيتان
أنوارت يوم لبيت الندى للمنتقى فاسفرت وانورت الدمر قسر في الليل ندهم ليلة الشيها ظليلة للمنتقى فاسفرت وانورت. يا سلام سلام يثنى 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 عد مهل وابن المزول عد مهل وابن المزول عد مهل وابن المزول عد مهل وابن المزول يا هل المرحل جنة
يوم جن يا الثمر عاينوني 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 اشتهت وحنا وحنا اشتهت وحنا وحنا اشتهت وحنا اشتهت وحنا 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 وحنا سابقين العسى تلحقوني سابقين العسى تلحقوني سابقين العسى تلحقوني سابقين العسى تلحقوني نشكر الله وهنكم نشكر الله وهنا وهنكم نشكر الله وهنا وهنكم وصلنا وانت واللي معك وش تبوني 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 نحمد الله تحقق املنا نحمد الله تحقق املنا نحمد الله تحقق املنا نحمد الله تحقق قدموكم ولا قدموني 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 قدموكم ولا قدموني. يا مسك الختام وسرور الكرام، يا فرحة الحاضر ويا فخر الناظر، يا عقدنا الفريد وحلمنا الوليد، يا أيها الخريج قد زانك الفخر واستحققته، وليهنأك العلم وقد أخذته، ونحن اليوم نكرم أنفسنا وأهلك ونفرح بتخريجك حقا لك وواجب على ملتقاك وناديك ومن لك. أيها الحفل الكريم، نصل وإياكم إلى تكريم خريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لعام 34 و400 وألف للهجرة من أبناء قبيلة قحطان. فليتفضل راعي حفلنا الشيخ سعود بن دليم
حفظه الله ورعاه مشكورا لتكريمهم. والأستاذ عبد الرحمن أيضا فليتفضل مشكورا. خريجين هذه السنة: ناصر بن علي بن ناصر السليماني، ماجستير إدارة أعمال. فهد مرعي ابن محمد المانع، ماجستير إدارة هندسية. معيض بن عوض بن محمد الجروي، ماجستير إدارة هندسية. محمد بن سعيد بن مفلح آل سويد، بكالوريوس هندسة مدنية. عبد العزيز دحمان علي آل صافية، بكالوريوس هندسة ميكانيكية. عادل بن علي بن محمد المحي، بكالوريوس هندسة كهربائية. صالح بن علي بن صالح بن شفلوت، بكالوريوس هندسة كهربائية. سعيد بن محمد بن محيى سلطان، بكالوريوس هندسة كهربائية. محمد بن سعيد بن محمد المزاح، بكالوريوس هندسة كهربائية. شاهين بن عايض بن سعد الرافع، بكالوريوس هندسة كهربائية. عبد الإله بن بندر بن عبد الله العرجي، بكالوريوس إدارة مالية. ماجد بن مهدي بن دبيس آل منيع، بكالوريوس هندسة كيميائية. خالد بن أحمد بن سعيد آل شوية،